ميلانيا ترامب وكأنها هدية السماء الثالثة الكبيرة اللي ربنا بيبعتها للإيرانيين. ميلانيا ترامب في مؤتمرها الصحفي المفاجئ، واللي ترامب أكد إنه ما يعرفش عنه حاجة لما سئل من المراسلين في ذلك المؤتمر، اللي خدت ورقها واستخدمت قوتها لإنشاء مؤتمر صحفي لم يعلم الصحفيين عنه شيء، لتنفي صلتها تماما بجيفري إبستين، مع ان ده كذب بواح. لكن دي مش قصتنا. كانت عايزة ايه ميلانيا من ذلك المؤتمر الصحفي؟ يبدو والله اعلم انه ميلانيا بتستبق كارثة كبيرة جدا او تسريب كبير جدا بتستبقه بخطوة او بخطوتين. يبدو ان موضوع جيفري إبستين اللي بيروح ويجي هو الحاكم الحقيقي لكل الافعال اللي بيعملها ترامب. ميلانيا في الفترة الرئاسية الأولى لترامب كانت على عدم وفاق معاه تماما، وشاهدنا أكتر من لقطة بتحاول تسيب إيديه ونظراتها، وكانت شخصية مختلفة تماما عن الفترة الرئاسية التانية اللي بيتملقها فيها ترامب، وعمل لها فيلم عن طريق فلوس جيف بيسوس، وكل ما تيجي سيرتها يقعد يعظم فيها. وهو هتقول ده بيقول ده النهارده، ده كان احساس قلنا على الهوا انه في حاجه بيحاول ترامب يحسس على ميلانيا في ذلك الموقف. هدية السماء لإيران جت في يوم بداية المفاوضات في إسلام أباد. سبحان ربك، ميلانيا هي الهدية الثالثة والقشة التي قسمت ظهر البعير البرتقالي. أول هدية سما لإيران جاءت في تلك الحرب كانت ان اوروبا لاول مرة تقول لترامب لا، وده كان نتيجة اجرام وقدارة لسان ترامب معاهم ومحاولاته سيطرته على جرينلاند، وقبلها الحرب الروسية اللي كانت بتدبير امريكي خلت اوروبا تبعد مسافات. وجت لحظة ايران هي اللحظة الفاصلة منذ الحرب العالمية الثانية اللي اوروبا تقول لترامب لا. دي كانت اول هدية سماء للايرانيين. لو الاوروبيين اصطفوا مع ترامب كده زي غزو العراق، كنت لقيت العرب زي الاتباع والعبيد واقفين نفر واولهم مصر والسعودية، والحرب بقت على ايران حرب كونية. تاني هدية سما اللي لما كانت امريكا بتحاول تسرق اليورانيوم المخصب، وادعت بقصة انقاذ الطيار واللي فننتها لحضراتكم على الهوا. ودي اللحظة كانت هتدي لترامب قفلة للحرب، لحظة هليودية، لكن ربك ما أرادش. والمتحدث باسم مجلس الوزراء ساعتها نطق الكلمة اللي قلت لكم دي أصدق كلمة اتقالت من إيران من أول الحرب، قال لك ربنا سترها. ودي كانت هدية السماء الكبيرة التانية. والنهاردة ميلانيا بتدي إيران قبلة الحياة. الوضع في امريكا عدى مرحلة الغليان، والولعة بقت جوه بيت ترامب بعد ما كانت ولعت في استقالات كبيرة جدا او اقالات في كل من يحيط به. لم يبقى مع ترامب الا 3-4 اراجوزات: روبيو وكوشنر وويتكوف وبيت والبت المتحدثة بتاعت البيت الابيض. ميلانيا من الايرانيين الف شكر.